اليوم هو 3 من شهر محرم الحرام. بهذا اليوم دخل عمر بن سعد لعنه الله إلى كربلاء مع 4000 مقاتل لقتال سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم في ليلة 10 من محرم وقف الإمام الحسين عليه السلام ونظر إلى أصحابه وقال: إني قد أذنت لكم. ثم قال: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وانجوا بأنفسكم. يعني الإمام الحسين عليه السلام يطلب من أصحابه: اللي يريد يروح خليه يروح، ما ألومه، لأن يعرف اللي راح يصير، تبقى وياي يعني الموت. هنا لم يقولوا أهلنا وأموالنا وبعدين نرجع، لكن ماذا قالوا الأصحاب؟ أحد الأصحاب اللي هو زهير بن القين قال العبارة المشهورة: والله لو قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت يفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا أبا عبد الله. زين، هذا شنو؟ هذا هو الدرس الثاني من كربلاء، تقديم الآخرة على الدنيا. تركوا الدنيا الفانية وركضوا نحو الجنة، عرفوا أن كل شيء في الدنيا زائل، لكن الوقوف مع الحق يبقى. لهذا خلدوا، لهذا نحيي ذكراهم، لهذا نبكيهم. احنا اليوم كم مرة نختار الدنيا على الدين؟ مرات نختار الراحة ونأجل الصلاة، نكسب الدنيا ونخسر رضا الله. هنا أصحاب الإمام الحسين علمونا: لا تخلي الدنيا تسرق آخرتك، خليك صادق مع نفسك واسألها لو كنت بكربلاء تختار أي صف. لهذا خلونا نختار الآخرة من الآن ونقول: مع الحسين إلى الله. ويا موفق وفق، حيدر مجيد.